من نصائح المرجعية الدينية العليا في زمن الغيبة. تقول هذه النصيحة لنسمعها سوية: وليسع كل امرئ منهم أن يكون بسلوكه وأخلاقه وهديه زينا لهم، للأئمة الطاهرين عليهم السلام، ولا يكون شينا عليهم، فهذا أمر أخذ من الرواية المعروفة والمشهورة. وكذلك تقول هذه النصيحة: فليلتزم بتعاليم الشرع الشريف من أداء الفرائض وترك المآثم والفواحش والتحلي بمكارم الأخلاق مثل الصدق وحسن الخلق وكف الأذى عن الآخرين والعفاف في القول والمظهر والسلوك وإعانة الضعفاء والفقراء واليتامى والمضطرين، والإحسان إلى الوالدين وصلة الأرحام، فإن فيها رضا الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومسرة للإمام عليه السلام، وفي ذلك يكون خير الدنيا والآخرة.